السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا نبدأ كده الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا، جوري طبعا لسه صاحية. انا كنت صاحية من بدري. يا جوري. بس انا بقى كنت صاحية من بدري يعني، بس هي لسه صاحية دلوقتي. فطبعا الأوضة لسه زي ما هي اهي. فحابة بقى ان انا هعمل معاكم النهاردة روتين كده، ان شاء الله يبقى خفيف سريع وتحبوه. فهشيل بقى المفرش ده عشان بقاله فترة كده مفروش وبقاله كتير يعني، فعايزة اغيره. وكمان هشيل اللحاف ده كده احطه على البلكونة واغير بقى. بصوا الخداديات والحاجات دي، ودي دفاية كنا بنتغطى بيها بره كده في الجو الساعة اللي فات ده. فبرضه هغسلها لان انا عندي غسيل ومشغله الغسالة اصلا عليه. فاول حاجة كده هفتح الشباك بقى وهوي الأوضة. النهاردة الشمس طالعة حلوة، ده اللي شجعني ان انا اعمل كده. وهشيل بقى المفرش ده زي ما قلت لكم، واشيل اللحاف اطلعه بره كده، واوريكم كده ايه واحده واحده مع بعض. انا عندي الركن هنا نظيفه اهي، مفيهاش حاجه. طبعا انا كنت فاتحه البلكونه عشان بقول لكم انا يعني صاحيه من بدري، بس جوري هي اللي كانت لسه نايمه. فالركن هنا نظيفه، انا مش هعمل اي حاجه فيها. مش هنضفها يعني دلوقتي بقى وكده، لان عيد ميلاد جوري خلاص قرب. فاحنا هنعمل العيد ميلاد هنا ان شاء الله. هجيب سفرة كده واحطها هنا، بس هشيل واحدة من الركنة دي عشان اوسع، عشان ان شاء الله هعمل بقى الديكور هنا كده ورا. وعلى فكرة احنا بدأنا بقى ان احنا نجيب التجهيزات بتاعتها وكده. هبقى اوريها لكم برضو ان شاء الله لما اخلصها كلها. ايوه، عيد ميلاد جوري. هي على طول لما بتشوفني ان انا بتكلم وكده بتلاقيها بتعمل زيي. فبس فهعمل بقى كده. قصدي يعني هعمل الديكور هنا زي ما قلت لكم. ورا هنا كده عند الستاره، بس هبقى اوريكم يعني انا هعمل ايه في حاجات كده هعملها هنا عشان الستاره دي ما تبانش. عشان طبعا الديكور اللي اتعمل عايز خلفيه ايه تكون فاتحه ورا. فانا هقول لكم برده انا هعمل ايه، بس يعني مش الفيديو ده، الفيديو الجاي، عشان يكون خلصت كل الحاجات وايه واوريها لكم كلها مره واحده. بس فهنا الركنة عندي نضيفة اهي زي ما قلت لكم. وبرده في الصالة هنا ما عنديش حاجة، الدنيا نضيفة. بس هنا الحافظة دي اللي انا كنت بحطها قدام الباب، فشايلها دلوقتي هنا كده على جنب. وده كيس كده، في كيس انا مش محتاجاها فهنزلها، بس حطها هنا قدام الباب عشان انا بنساه على طول. فانا هنا عندي الدنيا هي متروقة، وفي المطبخ برضو. ثواني كده هقيد لكم النور برضو. بصوا هنا المطبخ يعني ما فيهوش حاجه ان هي عايزه مثلا تترتب او كده. معلش اعذروني صوتي. هنا الحاجات اللي على البوتاجاز دي كان فيها اكل وكده فانا سايباها. وبصوا هنا يعني رخامه نضيفه، والحوض ما فيهوش مواعين ولا اي حاجه. وهنا طبعا يعني ايه شويه حاجات كده انا حطاها، دي كان موز وحاجه فانا مغطياها بس عشان بالليل وكده. فيعتبر ما فيش حاجه. وانا مشغله دلوقتي الغساله اهي. بصوا عندي اللمبه بتاعت الكشاف بتاع الحمام بايظ، فايه مشغله الكشاف اللي هو الصغير ده اللي في المرايه. بصوا فالمهم هنا بقى الغساله شغاله اهي. انا قلت اشغلها كده ايه لغايه جوري بقى ما تصحى، واخد المفرش اغسله. فانا الغساله هنا شغاله اهي، وكمان هنا في الهدوم اللي هي الغامقه، بس هعملها بقى بعد ما اعمل الفتحه وكده. فهخلص، بس هي اوضه النوم بقى عشان جوري كانت نايمه فيها. هفتحها واظبط الدنيا زي ما قلت لكم، واطلع اللحاف بره واشيل المفرش، وبعد كده اوريكم بقى انا هعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده شلت بقى كل الحاجات اللي كانت موجوده على السرير زي ما قلت لكم. بصوا بس انا عندي الطقم اللي كنت فرشاه اللي هو الملايه يعني نضيفه. فانا طلعتها بس في الشمس شويه وهرجع افرشها تاني عشان هي نضيفه اصلا، كنت حاطه عليها المفرش فما توسختش ولا حاجه. حتى الكسوه بتاعه المخده كانت نضيفه لان برضو كان عليها الكفر بتاع المفرش، فيعني ما توسختش ولا حاجه. فانا هفرشها لان كمان كام يوم كده ناويه ان انا اغير كل حاجه. فانا قلت ايه بالمره كده بس اغير المفرش وافرش اي دفايه دلوقتي عشان هغير. تعالوا بقى اوريكم بره. ادي اللحاف اهو والمخده بقى طلعتهم كده يتشمسوا. وادي الخداديات كمان، وادي الملايه اللي بقول لكم عليها. وادي كمان ايه شويه الغسيل اللي طلعوا من هنا انا نشرتهم. لسه بقى باقي الغسيل ايه في الغساله، فانا سايباهم كده بقى يتشمسوا. بصوا جوري عملت لي ايه، قعدت بقى تطلع الحاجات كده وتلعب. وكانت مبوظه لي هنا ترابيزه، فكنت جايبه الفوطه دي امسحها بيها. بس يعني الدنيا متروقه، هما دول بس قاعده بتلعب بالبلالين بقى وكده. فهكمل بقى باقي الغسيل وانشره، واروح بقى افرش السرير يعني، واظبط الاوضه كده. واوريكم برضو بعد ما اخلص هيكون الشكل عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده خلاص بقى فرشت الدفايه دي كده، وفرشت المفرش الطقم يعني للسرير. بصوا اهو فرشته كده وظبطته اهو زي ما انتم شايفين. ايه رايكم بقى؟ هو ابيض، ففرشت بقى الدفايه دي تبقى ماشيه معاه لان هي بيضه وفيها الفراولايه دي، فلقيت شكلها ماشي معاه خالص كده. دلوقتي بصوا الشمس حلوه اهي،
انا كده خلاص خلصت الاوضه هنا، ظبطتها، عملت كل حاجه فيها. بصوا الدنيا تمام. كنت بجيب بس العلبه بتاعه الدواء بتاع جوري كانت واقعه في الارض. بصوا هنا الدنيا متظبطه وتمام اهي، والارض زي الفل ونضيفه ومفيش اي حاجه. فانا هنا بقى خلاص خلصت الاوضه كده، فضلش بس غير انا ادخل اللحاف من بره، هدخله وافرشه واقفل بقى الشباك، ويبقى كده خلصت الاوضه هنا خلاص وظبطتها. خلاص بقى خلصت كده الاوضه زي ما انتم شايفين، قفلت الشباك بقى وعملت الستاره، وهنا كده فرشت اللحاف بالشكل ده كده. وهنا طبعا نضفت كل حاجه زي ما قلت لكم، مسحتها وظبطتها وكنست الارض وخلصت كل حاجه. بقت الاوضه تمام اهي. طفي بقى النور كده ونطلع بقى نشوف ورانا ايه. وطبعا هقفل الباب علشان ايه التراب وكده، او مثلا النجور تخش بقى تلغوص حاجه او كده. فتعالوا بقى نشوف حاجه تانية ورانا. خلاص بقى دول اخر شويه كده طلعوا من الغسيل اهو. خلاص انا حتى قفلت الغسالة كده وحطيت الكفر بتاعها وحطيت كل حاجة وظبطتها. دول آخر شوية، هروح بقى أنشرهم وكده وأظبط الدنيا. وهنا بقى مكان ما طبخت يعني وعملت الغدا وكده. بصوا الحاجتين اللي هناك دمت كنت غالية فيهم لبن وكده. وهنا بقى الحلل اللي عملت فيها الأكل. بس غسلت بقى كمية المواعين، كانوا حاجة بسيطة يعني، فغسلتهم كده ورتبت الحاجات التانية. بس الحاجات اللي جوا دي سايباها عشان هعمل بيها حاجة بالليل يعني ايه، بعد كده، فمش هدخلها يعني التلاجة دلوقتي. فهنا خلاص خلصت بقى المطبخ، وزي ما قلت لكم هطلع بقى انشر دول. وهنا كده ايه، مفيش حاجه تاني. فكملوا برضو معايا كده الفيديو للاخر. وبس هروح انشر دول زي ما قلت لكم علشان ايه، يبقى كده خلصت الغسيل كله والحق بسرعه قبل جوري ما تصحى وكده. هنا بقى كنت نشرت كده كل الغسيل. عايزه اقول لكم ان هو ما كانش غسيل كتير يعني، بس طبعا عشان المفرش تقيل وكده. فانا دلوقتي غسلت اهو، نشرته بقى وكده. فانا قلت اغسلهم على طول عشان ما يفضلوش عندي ويتكوموا يعني. فهنا بقى خلاص خلصت اهو زي ما انتم شايفين. طبعا عايزه اقول لكم ان احنا بقى كنا تاني يوم هنا. بصوا بقى منظر المطبخ عندي كان عامل ازاي امبارح بالليل. كنت تعبانه جدا يعني، وكان في بقى عندي مواعين كتيره، ما لحقتش ان انا اعملها وما قدرتش ان انا اعملها بصراحه. فرحت جايه سايباها لغايه تاني يوم اللي هو النهارده بقى. فبصوا المنظر عامل ازاي في المطبخ، المنظر وحش جدا. كمان كنت مطلعه بقى حاجات عايزه ادخلها تاني. عايزه اقول لكم ان الكحه مش سايباني في حالي بجد، مش عارفه بقالها فتره كبيره خالص معايا ومش بتروح، وزوري وجعني جدا منها. فعايزاكم تدعوا لي كده ان ربنا يشفيني يا رب ويقومني، عشان بجد ما ببقاش قادره ان انا اعمل اي حاجه. بصوا زي ما انتم شايفين المطبخ بقى عامل ازاي. حتى جوري كمان بقيت مهمله فيها خالص وما بديهاش يعني حقها معايا، والله بسبب ان انا تعبانه جدا. فادعوا لي كده ربنا يشفيني يا رب، عشان اقدر ان انا اكمل واخد بالي يعني من حياتي وبيتي وبنتي. فادعوا لي كده دعوة من قلبكم. بصوا زي ما انتم شايفين حتى جوري كانت بتلعب بالتوكة بتاعتي ورميها في الارض، والدنيا عندي بايظة خالص في المطبخ. فانا بقى هبدأ ان انا اروقه واظبطه. وادعوا لي كده ربنا يعيني ان انا اخلص كل الحاجات دي. فهخلصها كده واحدة واحدة واوريكم بقى بعد ما اخلص هتكون عاملة ازاي. بصوا بقى هنا كنت غسلت كده كمية بقى المواعين اللي كانت موجودة عندي من كتر ما هي كتير، ففرشت كده فوطة في الأرض وحطيتها عليهم. وهنا طبعا كملت باقي الحاجات على على الرخامة. وطبعا بقى هعمل الأكل وكده، عشان كان بقالي كتير ما عملت لهمش أكل يعني. فقلت بقى أعمل لهم أكل كده النهاردة. بدأت إن أنا كده ولعت الحلة يعني على الأكل. بس أنا عندي بقى مشكلة إن أنا ما عنديش شفاط في المطبخ، فالدنيا بتبقى بايظة عندي. بصوا هوريكم دلوقتي منظر الحيطة عندي كلها مية بسبب البخار بتاع الاكل. بصوا البخار عامل ازاي، مع ان انا ببقى فاتحه الشباك على طول، بس برضو بتبقى مبهدله الدنيا عندي خالص. عايزه ان انا اركب شفاط يعني في اقرب وقت. بس المشكله ان انا ما عنديش مكان في الحيطه، فهيضطر بقى ان انا اعمله في الشباك. بصوا يا جماعه الحيطه عامله ازاي، كلها ميه كده. تحسوا ان هي عرقانه بسبب البخار بتاع الاكل. فمش عارفه ايه الحل للمشكله دي، بس ان شاء الله يعني هعمل شفاط، ممكن المشكله بقى تتحل بسبب كده، ان انا ما عنديش شفاط. فالمهم يعني انا خلصت بقى هنا زي ما كنت بقول لكم. خلصت كل الحاجات ورتبت كل حاجه مكانها، ورتبت بقى المواعين وظبطت المطبخ. وده كده الاكل اهو، سبته بقى كده على البوتاجاز لغايه احنا ما نبدا ان احنا نتغدى وكده، وابقى اغرف بقى وبعدها ابقى اخلص. بس انا بقى خلصت كده المطبخ على قد ما قدرت ان انا يعني اظبطه. وعايزه اقول لكم كمان ان بالليل لما جوزي جه خليته شال لي الابيض، الورق الابيض اللي على الرخامه ده، عشان كان منظرها مش حلو نص ونص كده. فانا شلته، بس بصراحه ما كنتش صورته يعني، فده كان قبل ما اصوره.
بس فأنا بقى خلّصت كده وضبّطت المطبخ أهو زي ما قُلت لكم، فده كده كان الروتين بتاعي. أنا عملت لكم على كذا يوم لإن بجد ما كنتش قادرة إن أنا أعمل لكم فيديو واحد في يوم واحد، فادعوا لي كده، ويا رب الفيديو يعجبكم، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي بقى بتجهيزات عيد ميلاد جوري، فحطّوا لايك للفيديو ده واستنوني إن شاء الله الفيديو الجاي وأشوفكم على خير ومع السلامة.